هحكي لكم النهاردة قصة قوم اتحدوا ربنا سبحانه وتعالى وعصوا أمره، فعاقبهم الله عقاب غريب وقاسي. أصحاب السبت قوم من بني إسرائيل كانوا في زمن داود عليه السلام في قرية اسمها إيلا، ويقال مدين ويقال طبرية، موجودة على شط البحر. كانوا صيادين بيصطادوا الأسماك والحيتان. كان مسموح ليهم بالصيد في كل الأيام ما عدا يوم السبت. ربنا حرم عليهم الصيد في يوم السبت وخصصوا للعبادة فقط، ممنوع فيه الصيد. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يختبرهم. ال6 أيام اللي هم كانوا بيصطادوا فيهم كانوا هم اللي بيروحوا يدوروا على السمك في عمق البحر، ولكن يوم السبت كانت الحيتان والسمك هو اللي بيجي لهم على الشط بشكل كبير جدا، لدرجة إنهم بقوا بيشوفوا السمك قدام عينهم على الشط. طيب إيه السبب إن السمك يكون موجود بشكل كبير قوي كده على الشط يوم السبت؟ هنا في رأيين. الرأي الأول بيقول إن السمك اتعود إن يوم السبت مفيش خطر، فبقى بيجي على الشط يدور على أكله ورزقه. ده الرأي الأول. طب الرأي التاني إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلى السمك يجي يوم السبت علشان يمتحنهم، فبدأوا بقى يعملوا حيل علشان يصطادوا يوم السبت. إزاي؟ يعني مثلا يجوا يوم الجمعة يحفروا قنوات كده على الشط تنتهي بحفرة، الحفرة دي فيها مية قليلة، فالسمك يوم السبت لما يجي بشكل كبير يدخل جوه القنوات دي ويقع جوه الحفرة وما يقدرش ان هو يخرج منها تاني ويفضل موجود فيها. وعملوا كمان شباك فيها اكل للسمك وثبتوها على الشط علشان السمك برضو يدخل فيها ويتحبس وما يقدرش يرجع تاني. يجوا بقى يوم السبت عبادة، قال يعني هم كده بقى نصحين وما بيصطادوش يوم السبت. يوم الحد ياخدوا السمك ده، بس السمك ده اصلا بتاع يوم ايه؟ بتاع يوم السبت، ويقول لك احنا ما اصطدناش يوم السبت. فانقسم الناس في القرية دي ل3 أقسام. القسم الأول اللي هم كانوا بيعصوا ربنا سبحانه وتعالى وبيصطادوا يوم السبت، ودول كانوا المعظم. والقسم الثاني كان بعيد عن المعصية، وكانوا كمان بيحذروا الناس من فعل المعصية دي وما سكتوش، وبقوا عمالين يقولوا للناس اللي بتصطاد يوم السبت وبتعمل الحيل دي حرام عليكم، ما ينفعش تعملوا كده لأن دي معصية. القسم الثالث بقى كانوا برضو بعيد عن المعصية، ولكن كانوا ما بيتكلموش ولا بيحذروا حد، وحتى انهم قالوا للصالحين انتوا بتنصحوهم ليه؟ ما تسيبوهم، هم كده كده مفيش فايدة فيهم. فالصالحين ردوا عليهم وقالوا لهم اولا علشان نبرأ ذمتنا قدام ربنا يوم القيامة لما نتسأل ونبقى عملنا اللي علينا، وثانيا يمكن ربنا يهديهم. الصالحين بنوا جدار يفصلهم عن اهل المعصية عشان ما يبقوش عايشين معاهم. وفي يوم من الأيام ناموا كلهم بالليل، ويوم الحد خرج للصيد الصالحين اللي هم كانوا ما بيصطادوش يوم السبت، ملقوش أصحاب السبت، فبصوا عليهم كده من فوق الجدار اللي هم كانوا بانيينه، لقوهم كلهم اتسخطوا قرود، كلهم بقوا قرود. ربنا عاقبهم على معصيتهم عقاب شديد جدا وسخطهم كلهم قرود. فيقال إن القرد منهم كان يروح لحد من الصالحين ويعيط. القرد بيعيط، فالصالح ده يقول له مش أنا حذرتك إن ربنا هيغضب عليك؟ فالقرد يهز راسه، يعني أيوة فعلا، ما بيتكلمش، ما هو قرد. بيقول ابن عباس إن هم قعدوا 3 أيام ثم أهلكوا. طيب السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي، هل القرود الموجودة بقى دلوقتي دول من نسل أصحاب السبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم اتسأل السؤال ده من الصحابة، والنبي رد وقال لأ، أصحاب السبت ماتوا وما خلفوش، وإن القرود والخنازير كانوا موجودين أصلا من قبل قصة أصحاب السبت.